وعليكم السلام ورحمة الله. انت اهلاوي؟ أيوة أهلاوي مصري عايش في النمسا. مرحبا بك في المغرب. أهلا وسهلا أهلا. كيف جاك المغرب؟ بلد الكريمة، التملي وتملي في كل بلد هنا في المغرب. الضيافة فوق ما تتصوري، التملي الابتسامة جميلة من الشعب المغربي المضياف. دي الواحد يعني شافها على الشعب كله يعني. شي معروف على المغاربة. معروف عنهم، معروف عنهم الكرم في كل حتة. والواحد انا بشكرهم عن دوت في النمسا وفي مصر، اللي هم شعب كريم جدا يعني. مرحبا بك. مرحبا. اول مرة تجي المغرب؟ لا انا بنزل، انا اصلا جدي فاسي، انا اسمي محمد المغربي، وجدي فاسي. نزلت اكتر من مرة، بس اول مرة طنجة، هنزل طنجة. كيف جاتك طنجة؟ جميلة جميلة، بلد جميلة في كل حتة. كيف جاك ناس طنجة؟ أنا ساكن في فندق. كنت الأول نزلت في الرباط من النمسا الرباط، ومن الرباط نزلت هنا طنجة. شو توقعات ديالك للمباراة اليوم؟ توقعاتي اللي أنا يعني خلاصة الأهلي مع الوداد في النهائي. انت اهلاوي؟ اهلاوي صميم طبعا، مش هقولها طبعا اهلاوي. مرحبا بك. انا موجود في المغرب وعايش في المغرب الحمد لله، ومبسوط جدا، وان شاء الله نتمنى النهائي يكون ودادي اهلاوي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اهل الكرم المغرب والله، ونتمنى ان شاء الله ان نكون في النهائي احنا الاثنين ان شاء الله، الوداد والاهلي ان شاء الله. كيف كيعجبك الشعب المغربي؟ الشعب المغربي زوين طيب، اهل كرم، ما بيختلفش كتير عن الشعب المصري، هو نفس السيستم ديال الشعب المصري الحمد لله. انت رجاوي؟ رجاوي اكيد، اهلاوي رجاوي. سلامي لأهل الكرم المغرب. مرحبا بك في المغرب. الله يخليكي، منورين انتوا اهل المغرب، اهل الكرم واهل الضيافه واهل الحلاوه كلها. لا لا يخطيك. كيف جاك المغرب؟ كيف جاك طنجة؟ كيف جاك الاستقبال؟ والله جميل جدا، والبلد نظيفه جدا، والجو جميل، والناس طيبين جدا زي المصريين بالظبط. ما شاء الله. كيف جاوك المغاربة؟ استقبلوكم مزيان؟ كيف كان الاستقبال ديالكم؟ يعني احسن استقبال، احنا قعدنا نشجعكم في كاس العالم وهم ردوها لنا في هنا واكتر. شنو التوقعات ديالك لمباراة اليوم امام اوكلاند سيتي؟ ان شاء الله ان شاء الله 2-0 للاهلي، وربنا يكمل بقى ويكمل زي ما انتوا كملتوا. كيف جاك التنظيم؟ التنظيم ممتاز، حاجه جميله جدا، والناس كويسه ومؤدبه واخر اخلاق. ربنا يخليكم، شكرا جزيلا. ثانك يو.